لو ابنك بيقول لك جملة كل أصحابي معاهم فأنت لازم تسمع ده للآخر. كام مرة اشتريت حاجة وأنت عارف إن سعرها مبالغ فيه ومش قد قيمتها بس قلت عشان خاطر العيال؟ الشركات هنا بتوقعك في فخ اسمه في الاقتصاد السلوكي ايموشنال اكاونتنج أو المحاسبة العاطفية. الشركات هنا مش بتبيع لك منتج، هي بتبيع لك إحساس إنك أب كويس أو أم كويسة، وبتستغل خوفك من إنك تبان إنك مقصر فتخليك تدفع فرق سعر كبير مش في المنتج ولكن في إحساسك بالذنب. والحل هنا عشان نطلع من الفخ ده بنستخدم قاعده اسمها 48 ساعه، مفيش شراء تحت اي ضغط، وهتفهم ابنك ان احنا هنفكر في الموضوع لمده يومين، ولو لقينا ان احنا لسه محتاجينه هنرجع ونشتريه. الحل التاني المقايضه الذكيه، بدل ما تقول له لا وتحسسه بالحرمان عرفه فرق السعر ما بين الحاجه اللي هو عايزها والبديل الموجود ليها، وقول له ايه رايك ان احنا نجيب البديل وفرق السعر ده هديهولك تحوشه عشان تجيب الحاجه الكبيره اللي كان نفسك تجيبها. هنا انت بتعلمه مبدا مهم جدا ان كل اختيار ليه تكلفه، وان الرغبات مش لازم تتنفذ فورا. وقول لي في التعليقات اخر مره اتقال لك فيها جمله كل اصحابي معاهم انت عملت ايه.